اش قولكم نحضروا مع بعضنا معجون نتاع رومان بزوز طرق مختلفه بلاش قلوب وبالقلوب وبالفرقي سيك زاده باحسن نوع نتاع رومان تنجموا تحضروا به المعجون اللي يعطينا لون وتكستور ياسر مزيانه. اول حاجه خديت الرومان هذايا اللي يكون نتاع جوي واللي يسوم الكيلو ب 900 فرنك، نحيت له الدوره الفوقانيه واللوطانيه، جيت لك البلايص البيض قاسيتهم كيما هكا باش يتفرك معايا بالساهل ونتحصلوا على برج كيما قاعدين تراو، نضربوه من الفوق بالسكينه ولا بالمغرفه هكاك يتفرك معنا فاسيلمون. وما ننساوش باش نحيو هكا القشور البيض كان تاعهم معنا راهم يمروا لنا المعجون نتاعنا. وهذايا الرومان اللي استعملته اللي يكونوا الكعبات نتاعو ظراف ويكون لونه احمر ومزيان. وتوا وزنته من بعد ما قشرته وتحصلت على 2 كيلو، حطيت عليهم كيلو سكر، حطيته على 2 مراحل، خلطته بالباهي، غطيته بابي سيلوفان وباش نبيتو في الفريجدير ليله كامله وكل شويه نحركو باش السكر هذاك يذوب بالباهي. من بعد ما تعديت ليله كامله وسايب الماء نتاعو خديت شطر الكونتيتي رحيتها وصفيتها ونحيت منها القلوب. وتوا تعديت حطيت عليه عصير نتاع شطر كعبه قارص. القارص كيف نحطوهم من الاول يخليه يحافظ على لونه، ومن بعد حطيته على نار هاديه. وقت اللي بدا يخرج الكشكوشه هذيا نحيتها على خاطر تنقص لنا من العمر نتاع المعجون نتاعنا كيف للي باش نطيبو كامل. وقبل ما يطيب معانا تقريبا في نص الكويسون نعاود نحط عصير نتاع شطر كعبه قارص. وقت اللي تحسوا المعجون نتاعكم حضر تاخذوا شويه تحطوهم في صحاين تحطوهم في الكونجيلاتور لمده 10 دقائق من الاول يظهر لكم سائل كيما قاعدين تراو. من بعد وقت اللي يبرد تعدي وخط كيما هكا وكيف ما يعاودش يتلم على بعضه تعرفوا المعجون نتاعكم حضر. تخليوه حتى اللي يبرد كومبليتمون وتحطوا له الجلجلان واللوز.